السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا، يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل النهاردة الدونات احسن من البراند نفسه. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة جدا، وكمان مش معقدة خالص. مقرمشة كده من بره وطرية من جوه كده ومقلبظة ومليانة حشو. طعمها حلو جدا وكمان تستاهل التجربة، مش شاربة ولا نقطة زيت، وبسعر قطعة واحدة هنعمل 15 قطعة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول ونبدأ على طول في الوصفة. لكن قبل ما نبدأ حابة افكركم انزلوا تحت الفيديو اعملوا لايك واشتراك، ويلا بينا على طول على الطريقة وكمان الخطوات. هجيب الطبق او البولة اللي هشتغل فيها وهنزل فيها على طول ب3 معالق كبار من السكر، ويفضل يكون سكر ابيض. وكمان هنزل عليهم ببيضتين، والبيض يكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما يكونش خارج لسه من التلاجة. هديهم كده ضربتين. المكونات بتاعتنا ما شاء الله اللهم بارك بتعمل كمية حلوة جدا من الدوناتس. هنزل عليهم كده بمعلقة صغيرة من الفانيليا سائلة. هضرب كويس جدا كده بالمضرب لغاية لما القوام معايا يتقل شوية كده واللون بتاعه يفتح. بعد كده هجيب كوباية كبيرة من الحليب. المج بتاع الشاي الكبير ده تقدروا تستخدموه. لو عندكم دور بلاستيك او دور الخلاط حتى تقدروا تحطوا 200 جرام من الحليب. والحليب ده دافي زي رضعة البيبي كده او زي دمعة العين. هنزل كده بالحليب على خليط السكر والبيض. وكمان الخطوة بتاعة ضرب السكر والبيض دي مهمة جدا علشان الدوناتس تطلع معانا فلافي كده وطرية من قلبها. هنزل على الخليط بتاعي بمعلقة ونص صغيرين من الخميرة الفورية. ما ينفعش نستخدم الخميرة التانية، الخميرة الفورية بس. كمان هنزل عليهم ب3 كوبايات من الدقيق، ومعلقة صغيرة كده مليانة من البيكنج باودر. وزي ما احنا عارفين ان كل نوعية دقيق بتختلف من نوع للتاني، فهنبدأ الاول كده ب3 كوبايات من الدقيق، ولو احتاج كمان بنضيف له شوية بشوية. المقدار بتاعي النهاردة اخد معايا 4 كوبايات من الدقيق، لكن انا نزلت باول 3 كوبايات كده علشان بحبش احط الدقيق كله مرة واحدة علشان الوصفة بتاعتنا ما تبوظ. نزلت كمان على الدقيق بذرة بسيطة خالص من الملح. قلبت كده زي ما انتوا شايفين العجينة بتاعتي لسه محتاجة للدقيق، فكنت محضرة جنبي الكوباية الرابعة من الدقيق. هنزل كده شوية بشوية، وهبدأ ان انا الم العجينة معايا زي ما انتوا شايفين بتتلم معايا كده بكل سهولة. بعد كده هنزل على الخليط بمعلقتين كبار من الزبدة، والزبدة هنا بدرجة حرارة المطبخ، يعني مش متجمدة من التلاجة. هنزل كده بكمية الزبدة بتاعتي وهبدأ ان انا اقلبها كده شوية مع العجينة بالسباتيولا. هشيل خالص الاسباتيولا وهبدأ اعجن بايديا، لان عجينة الدوناتس من المعجنات اللي بتحتاج لعجن كتير عشان تكون فلافي كده وطرية من قلبها. بنعجن كده حوالي 3 4 دقايق، عجن كده متواصل لغاية لما نوصل للقوام اللي هتشوفوه دلوقتي. اول ما بتحطوا الزبدة كده بتحسوا ان العجينة بدأت تلزق معاكم، ما تخافوش، ما تضيفوش دقيق ولا اي حاجة. كملوا عجن كده 3 4 دقايق، وان شاء الله العجينة هتتلم معاكم، بتكون طرية كده لكن مش بتلزق في الايد، طبعا لان احنا عجنينها كويس وكمان ضايفين لها زبده. فبيكون هو ده قوام العجينه ما شاء الله اللهم بارك. قوامها فلافي كده وطريه جدا، وفي نفس الوقت مش بتلزق في الايد. هدهن البوله بتاعتي دهنه خفيفه خالص من الزيت، وهنزل بالعجينه بتاعتي. اغطيها بكيس واسيبها في مكان دافي لغايه لما يتضاعف الحجم بتاعها. تعالوا معانا نشوف الخطوه اللي بعد كده. معايا صفار بيضه حجم كبير، حطيت عليه معلقه صغيره من الفانيليا، وكمان حطيت عليه معلقتين كبار من السكر. لو البيض بتاعكم صغير تقدروا تستخدموا 2 صفار. هضرب كده كويس السكر وصفار البيض لغاية لما يوصل معايا يفوم كده ويعمل فوم يكون بالشكل ده. هنزل عليه بمعلقة اكل كبيرة، معلقة كبيرة كده هرمية من الدقيق. الدقيق مش النشا. هقلب كده الدقيق مع صفار البيض والسكر والفانيليا كويس جدا. شايفين القوام؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه. واحنا دلوقتي بنعمل الحشوة اللي هنحشي بيها الدوناتس. هجيب كوباية من الحليب وهنزل بيها كده في كزرولة او في حلة، واحطها على النار لغاية لما توصل كده لدرجة حرارة متوسطة وتبقى عاملة زي رضعة البيبي. اول ما يبدأ الحليب بتاعي يسخن هشيله من على النار، وهنزل كده حوالي نص الكمية على خليط صفار البيض والسكر واقلبهم كويس. وبعد كده هرد بقى كل اللي في الطبق ده في الكزرولة. انا بعمل الخطوة دي علشان منزلش بالحليب كده مرة واحدة على صفار البيض ويطيب لي البيض كده ويبوظ لي الوصفة. بقلبه كده على نار متوسطة لغاية لما اوصل للقوام ده. بعد كده بنزل عليه بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام. انا استخدمت النهارده كاكاو خام بودرة. لو هتستخدموا كاكاو محلات تقدروا تستخدموا 3 او 4 معالق علشان توصلوا للنتيجة اللي احنا عايزاها. هي دي بقى الكريمة اللي هنحشي بيها الدوناتس بتاعتنا، كريمة اقتصادية جدا وطعمها غني جدا جدا ومن غير شوكولاتة، وطعمها نفس كريمة الشوكولاتة واحسن كمان.
لو حسيتوا كده باي تكتلات تقدروا تضربوا الكريمه بتاعتنا في الكبه او في الخلاط. هنزل بيها كده بالكريمه بتاعتي في طبق، واحط على وشها كده كيس علشان ما تعملش معايا قشره، وهحطها في التلاجة. وده شكل العجينة بتاعتي بعد ما تفاعلت كده الخميرة فيها ما شاء الله. ده كان الحجم اللي وصلت له، مش عايزة اكبر من كده. ما تسيبوش العجينة لغاية لما الخميرة تضرب فيها وتديها طعم مش كويس. اقطع العجينة بتاعتي كده احجام متساوية كده بايديكم بالنظر كده من غير ميزان ولا اي حاجة. العجينة بتاعتي هتقطع معايا من 15 ل 16 قطعة. هقطعها كلها كده لقم صغيرة، وبعد كده هبدأ ان انا اظبط كل لقمة كده على شكل كرة كده زي ما بنعمل الكايزر، علشان اتحكم كده في الحجم يكونوا كلك نفس الحجم. اقطعهم كده وهرصهم في صواني، والصواني دي تكون مدهونة زيت علشان العجينة بتاعتي ما تلزقش. هغطي الدوناتس بتاعتي بكيس. لازم الخطوة دي مهمة جدا، لازم ما تسيبوش ولا طرطوفة كده باينة. لازم تغطوها كويس كده بالاكياس، والاكياس كمان مش الفوط، علشان الوش بتاعها يكون معانا طري كده والملمسه ناعم، ومش ما تنشفش معايا وتشقق. بعد كده خطوة الزيت، هحط الزيت بتاعي في طاسة، وما تملوش الطاسة قوي بالزيت. واول الزيت كده ما الحرارة بتاعته بتبدأ تظهر، مش بتسيبوا الزيت لغاية لما يسخن. ده عايزة اوريكم بس ازاي بتشيلوا الدوناتاية. بتتشال معانا بكل سهولة علشان احنا دهنين الصواني بتاعتنا زيت. بنشيلها كده وننزل بيها على طول في الزيت، والزيت يا دوب كده حسيت اللي هو سخن او بدأت السخونية بتاعته تظهر. هبدأ احط كده الدونات، وطبعا على نار متوسطة. بحركها كده حاجة بسيطة، كل جنب بياخد معايا حوالي دقيقتين على الزيت. يعني بقلب كده كل جنب دقيقتين بس في الزيت، مش بتاخد معانا اي وقت. ما شاء الله اللهم بارك، علشان العجينة بتاعتنا ناجحة، الدونات بتاعتنا عايمة كده على وش الزيت. ولو شايفين الخط الابيض اللي بيكون في نص الدوناتس، الخط ده اللي هو العلامة الاكبر على نجاح العجينة وكمان على نجاح الدونات بتاعتنا، هو الخط الابيض اللي بيكون في المنتصف ده. بيكون كده في منتصف الدوناتية. الخط ده دليل قاطع كده ان العجينة بتاعتنا ناجحة وفلافي وطرية وخفيفة جدا، وما بيشربش ولا نقطة زيت. ما شاء الله خفيفة جدا جدا زي القطن كده بالظبط. هطلع كده كل الدونات بتاعتي. لو ملاحظين الخط الابيض اللي قلت لكم عليه ظاهر جدا في قلب الدونات. ولو واخدين بالكم كمان ان انا حاليا طفيت على الزيت، فالزيت حتى والدونات فيه ما كانش بيبقبق كده كتير، يعني لقينا نار هاديه جدا علشان الدونات تستوي معانا من جوه وما تطلعش طريه ومعجنه. في الوقت ده طبعا انا كنت مطفيه النار علشان احط الكميه اللي بعد كده. اول ما بيبدا الزيت يهدى كده شويه بنزل بباقي الكميه. هنكمل كده باقي الكمية بنفس ما كنا شغالين بنفس الطريقة. هنطفي على الزيت، اول ما حرارته تنزل خالص هنبدأ نشغل عليه على نار هادية وننزل بالدونات بتاعتنا. ما شاء الله اللهم بارك، مقرمشة كده من بره وطرية جدا، وعلى فكرة مش معجنة، ده مستوية جدا من جوه، والقوام بتاعها خفيف جدا ملهاش اي وزن. لو وزنتوا الدونات قبل الآلية وبعد الآلية هتلاقوها هي نفس الميزان، وده دليل على ان الدونات بتاعتنا مش بتشرب ولا نقطة زيت. هنيجي بقى كده لخطوة التغليف. الدونات بتاعتي اول ما بتخرج كده من الزيت بكون محضرة جنبي سكر ابيض او سكر على قرفة، وابدأ ان انا اغلف كده كل الدونات في السكر بقرفة والسكر الابيض زي ما تفضلوا. بعمل فيها اي فتحة كده بعصاية شيش او باي حاجة رفيعة عندكم علشان انزل فيها الكريمة بتاعتنا اللي احنا عاملينها. طبعا المفروض ان احنا نسيب الدونات تهدى شوية قبل ما نحشيها، لكن علشان التصوير كنت محتاجة ان انا احشيها على طول، فالكريمة كانت ساحت معايا شوية. بس ده ما يمنعش ان هي طعمها حلو جدا، ولو جربتوها تبطلوا تشتروها. وبسعر قطعة واحدة تقدروا تعملوا 15 قطعة في البيت. سهلة وبسيطة واقتصادية ومقلبظة كده ومليانة حشو، وطعمها فوق الوصف. لو فضلت الفيديو كله كده اوصف لكم في حلاوتها وطعمتها وقد ايه هي خفيفة وكمان بسطت الولاد جدا، مش هوفيها حقها، لان طبعا هي حلوة جدا وتستاهل التجربة. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. شايفين الخط الابيض ده دليل على نجاح الدوناتس يا جماعه. اي دوناتس بنشتريها من بره بيكون فيها الخط الابيض ده، وده دليل على ان العجينه بتاعتنا طريه وهشه وفلافي كده ومش مكتومه. ان شاء الله هتعملوا الدوناتس في البيت
احلى من البراند نفسه، وكمان اقتصادية جدا ومش بتشرب معانا زيت. فليه نشتريها من بره باسعار فلكية؟ فاحنا هنعملها في البيت اوفر، وحاجة انت عاملاها ضامنة جودتها وكمان ضامنة نظافتها، وبسعر قطعة هنعمل 15 قطعة. عسولين قوي اللهم بارك، شكلهم وطعمهم طبعا الشكل بيتكلم، والطعم هتجربوه لما تجربوا الوصفة، وكمان تكتبولي في الكومنتات ما تنسوش. وبكده الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا، واشوفكم على خير في فيديو تاني، ومع السلامة.